السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، ويسعد قلوبكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. اللهم اصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. النهاردة يا رب جمعة مباركة عليكم. وقلنا النهاردة نعمل أكلة تدفينا، عشان زي ما انتم شايفين الجو شتا وهوا جامد جدا. فنعمل ايه؟ طبعا يا نعمل عدس يا اما نعمل محشي، فانا قلت اعمل محشي. جبت الخضرة بتاعتي وغسلتها كويس ونقعتها في مية شوية كتار، وحطيت فيها خل يعني، وبعد كده شطفتها. بعد كده قطعتها زي ما انتم شايفين على البلانشة. بعد كده هفرمها في الكبة. انا ما اقدرش يا جماعة اقطعها على ايدي، يعني ايدي مش عصب ايدي الحمد لله يعني تعبان شوية، ما بقدرش اتحكم في اني اخرطها على ايديا. فحطيتها في الكبة وفرمتها. بعد كده هفضيها في البولة اللي قدامكم دي. وبعد كده جايبه بصل، يعني بما يعادل نص كيلو بصل. ليه محتاجه بصل كتير كده؟ عشان هعمل المحشي، وطبعا هعمل الاجنحه، وهعمل شوربه لوحدها، فعاوز برضو بصل تاني. وانا بعمل محشي بطريقه هنشوفها مع بعض. ففرمت نص البصل الاول اهو في الكبه، مفروم فرم متوسط، مش خشن ومش ناعم. وهفضيه، وبعد كده هفرم بقيه البصل مره تانية. وبعد كده بقى طبعا انا بجيب اللهم صل على النبي، بجيب ورق الكرنب ده او كرنبة يعني، كرنبة او اتنين، وبستخدمهم بسلقهم وبقطعهم وبشيلهم في الفريزر لما بعوز بحتاج حبة بحبة كده. انا فرمت البصل كله. بعد كده جبت زي ما انتم شايفين البولة، وحطيت فيها فلفل اسود فلفل اسود 7 بهارات، شوية كركم، شوية زيت، وشوية بصل زي ما انتم شايفين كده، وشوية ملح وبهارات فراخ، وخلطتهم ببعض كده يا جماعة. وبعد كده ايه، غسلت الأجنحة كويس جدا زي اللي انا كنت جايباها معاكم ووريتها لكم في مشتريات السوق. وهحط بقى عليها الخليط ده كله، وادمجها كويس جدا واقلبها كويس، ووزعها يعني على الأجنحة كلها كويس جدا. وبعد كده هسيبها شوية بتاع نص ساعة كده. وبعد كده ارجع وارصها فين؟ ارصها في الصينية كده. سبتها نص ساعة ورجعت تاني رصيتها في الصينية قدامكم اهي. بعد بقى ما ارصها في الصينية، طبعا مشغلة الفرن يعني ب10 دقايق، قبل ما يعني احط في الصينية ب10 دقايق. وهرصها بقى كده واحدة جنب واحدة جنب واحدة. وبعد كده هجيب ورقة فويل وهحطها على الصينية، اقفل بيها الصينية وادخلها فين؟ وادخلها الفرن. آه احنا يا جماعة الحمد لله بنحب الأجنحة يعني، ولازم يحبوها جدا. هي بتبقى طرية بالنسبة لهم وطعمها بيبقى مميز. فانا بحب يعني اعملها طالما هم حابينها. مش معنى كده ان احنا مش بنجيب الفراخ، بنجيبها، بس يعني انا بشوف الحاجة اللي هم بيحبوها وبعملها اكتر. بعد كده هجيب بقى الفويل واقفل عليها، وطبعا مشغله الفرن زي ما قلت لكم. وبعد كده هدخلها الفرن بقى تاخد وتدي مع نفسها براحتها. بعد كده بقى اخش على المحشي. متنسوش يا جماعه تعملوا لي اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، فضلا وليس امرا. يا ريت يا جماعه تدعموني بالله عليكم عشان قناتي تكبر بيكم ان شاء الله. بس جبت حله هنا كده واحط فيها نص كميه البصل دي، وطبعا هحط شويه زيت وحته سمنه. ماشي. وبعد كده كالعاده يعني هسيبهم يتشوحوا مع بعض كده. بعد ما تتشوح ما حمرهاش طبعا انا يا جماعه، انا بصفرها بس او بشوحها بس. وبعد كده سيبها تتشوح تمام. وطبعا فرمت طماطم في الخلاط وهضيفها بقى. وبعد كده هجيب معلقتين صلصة معلبة وهضيفهم على الصلصة دي اللي انا فرماها في الطماطم اللي انا فرماها في الخلاط. بس كده، وهسيبهم مع بعض بقى. واحط بعد كده هحط بهاراتي بقى، اللي هي طبعا فلفل اسود وكمون وتوم باودر وبصل باودر
ولما صلي على النبي 7 بهارات شوية صغيرين بس، واسيبهم بقى ايه تتسبك مع نفسها. بعد كده بقى هجيب بقية البصل اللي انا كنت ركناه على جنب، وهحط له شوية دي شوية بابريكا مدخنة، وهدعك واحط الخضرة. وبعد كده هدعكهم مع بعض بقى، هدمجهم مع بعض ايه، وهغسل الرز طبعا وهدمجهم كلهم مع بعض بس. وحطيت توم، انا بحب يا جماعة ايا كان الاكل اللي بعمله بحب فيه التوم. انا متعودة على كده، يعني والدتي ربنا يديها الصحة معودانا على كده، اي اكل بنحط فيه توم بيبقى الريحة مميزة والطعم مميز اكتر. غسلت بقى الرز زي ما انتم شايفين كده وهضيفه كله. وطبعا الحمد لله الطماطم اتسبكت او الصلصة اتسبكت، هضيفها بقى وادمج بقى كل الخليط ده كده مع بعضه. بس شايفين الصلصة يا جماعة لونها تحفة. هدمج بقى كله مع بعضه كده، طبعا سخنة. وبعد كده هبتدي احشي بقى. طبعا هحشي الاول كرنب. اه بصوا يا جماعة انا كده بجيب الكرنبة بقى وبقوم مقطعاها زي ما انتم شايفينها كده، واحطها في طبق فويل كده، وبشيلها في التلاجة على قد استخدام المرة الواحدة. لما بعوز بقى بطلع كده الحبة اللي انا عايزة استخدمهم على قد الاكلة، وبقوم جاية بسهل على نفسي يعني، واقوم جاية بقى حاشية لحد ما اخلص بقى. وطبعا هعمل ورق عنب عشان طبعا زي ما انتوا عارفين او زي ما انا قلت قبل كده، ولادي مش بيتفقوا كلهم على اكلة واحدة. ففي حد في الولاد بيحب الكرنب، وفي حد في الولاد بيحب ورق العنب، فعملت من ده على ده، يعني في ده في حلة وده في حلة. وهنا كان عندي شوربة من قبل كده، من قبلها بيوم يعني، كان عندي شوربة في التلاجة كنت عاملة برضو فيها فراخ. ف اللهم صل على النبي طلعتها. وكان عندي ماسورة زودت عليها بقى، كنت جايبها من عند الجزار، زودت عليها وحطيتهم مع بعض ايه يعملوا شوربة. وهنا كده الأجنحة خلاص كده استوت، خلاص عايزة تاخد بس ايه هديها لون بس تحت الشواية. خلصت هنا الكرنب، حشيت الكرنب، وايه فاضل بقى الورق العنب اهو بحشي فيه اهو. بألف هنا وشفا يا جماعة. صلوا على النبي يا جماعة كتير واذكروا الله كتير. كده بقى هحط ايه الشوربة بتاعتي بقى اللي هي اللي انا قلت لكم اللي انا عملتها بالماسورة. هضيفها فين على الورق على الكرنب الاول. احنا يا جماعة بنحب المحشي عامة، بيحبوا سوى زايد، يعني مش بنحب المية بتاعته مظبوطة. لا الحاجة الوحيدة اللي بنحب فيها اللهم صل على النبي الشوربة زايدة، يعني عشان يبقى زي اكنه ملجن معجن شوية. هما ولادي بيحبوا كده. ودي بصوا يا جماعة الأجنحة بصوا خدت لونه بقى شكلها مميز وجميل ازاي. ألف هنا وشفا. طبعا حطيت شوربة بقى لما خلصت الورق العنب، وبعد كده اهوت استوى معايا بألف هنا وشفا. بصوا يا جماعة زي الفل الحمد لله يعني. والكرنب برضو عملته بس ما جيت يعني كنت مفكرة ان الكاميرا مفتوحة ما صورهوش وانا بفضيه. ويا رب الأكلة تكون عجبتكم بتاعتي النهاردة وطريقتي عجبتكم. ومتنسوش يا جماعة تعملوا لي شير للفيديو عشان قناتي تكبر بيكم ان شاء الله. ويا رب طريقتي في اكلي تعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد بكرة ان شاء الله. مع الف سلامة.